ننتقل إلى اللوحة التالية التي يقول إمامنا الجزري: وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا أبين أن للقلقلة التي صفة القلقلة ذكر أئمتنا للقلقلة مرتبتين، بمعنى يعني درجتين من الوضوح. أقوى ما تكون القلقلة واضحة عندما يكون الحرف المقلقل موقوفا عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان عندما ينطق الحرف وليس بعده شيء فإن الحرف يخرج مرتاحا. يعني لما يقول أحدنا قل هو الله أحد، أحد، الدال خرجت ما بعدها شيء. كسب، الباء خرجت ما بعدها شيء. محيط، الطاء خرجت ما بعدها شيء. لكن لما يقول الإنسان مثلا حبل من حبل حبل، أنا أنطق الباء ومباشرة أهيئ فمي للحرف الآتي. لما أقول يجعلون أصابعهم، أقلقل الجيم وأنتقل مباشرة إلى حرف العين. فإذا حرف القلقلة لما يكون بعده شيء حروف أخرى فإنه يكون مقلقلا، لكن درجة الوضوح تكون أقل بقليل مما لو كان حرف القلقلة موقوفا عليه. لما يكون موقوف عليه ما أحد يقف على نصف الكلمة، إذا لابد أن يكون الحرف الموقوف عليه آخر الكلمة. طيب، والقلقلة التي هي في وسط الكلام قد يكون الحرف في وسط الكلمة، مثل كما قلنا يجعلون، تبتم، وقد يكون آخر الكلمة ولكن لم نقف على تلك الكلمة، كقولنا تعالى لم يلد ولم، لم يلد ولم. يعني لما أقول أنا لم يلد ولم يولد، هنا دالان، دال يلد ودال يولد. اسمعوني، لم يلد ولم يولد، فالدال الأولى بعدها حروف فقلقلتها صغرى ولو كانت هي الحرف الأخير في الكلمة. يولد موقوف عليها، إذن قلقلتها كبرى. فانظروا إلى دقة إمامنا الجزري رحمه الله لما قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، ولم يقل وإن يكن الحرف الأخير من الكلمة. بعض إخواننا المعاصرين الذين يتسرعون في التأليف يقولون القلقلة كبرى إن كان الحرف القلقلة آخر الكلمة، وصغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة. هذا الكلام غير دقيق ولم يذكره الأئمة، وسببه التسرع وعدم استيعاب الموضوع. القلقلة كبرى إن كان حرف القلقلة موقوفا عليه، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون حرفا أخيرا في الكلمة. والقلقلة صغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة، مثل يجعلون، تبتم، يقطع، أو الكلام وسط الكلمة أو وسط الكلام. قد يكون آخر حرف في الكلمة ولكن وسط الكلام. ما قلته نراه على اللوحتين التاليتين مع الأمثلة لذلك. نرى على اللوحة التي أمامنا مراتب القلقلة. للقلقلة مرتبتان كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل، نحو الفلق، محيط، كسب، بهيج، أحد. في السطر الأول وضعت لكم حروف القلقلة كلها قطب جد، وهي حرف أخير في الكلمة مخفف. وفي السطر الثاني وضعت لكم 4 من حروف القلقلة، وهي حرف أخير في الكلمة مشدد، وليس في القرآن طاء مشددة متطرفة. نأتي إلى الأمثلة في السطر الثاني. حق، لاحظوا بأن القلقلة للقاف الثانية وليست للقاف الأولى المدغمة. حق هذه قاف مدغمة، ق هذه هي القاف الثانية المقلقلة. حق، وتب، الحج، أشد. هذه هي الأمثلة للقلقلة الكبرى. أما ما نرى الآن على اللوحة فهي المرتبة الثانية للقلقلة، وتكون القلقلة صغرى متى؟ إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو السطر الثاني نرى يقضي، هنا حرف القلقلة وسط الكلمة. يطعم وسط الكلمة. يبصرون وسط الكلمة. وتجعلون كذلك الأمر. يدخلون. إذن هذه الخمسة التي أمامنا تمثل حروف قطب جد كلها وهي في وسط الكلمة. الآن هذه الأمثلة التي أمامنا هي لحروف قلقلة
آخر الكلمة ولكنها وسط الكلام، فقلقلتها صغرى إن وصلنا وكبرى إن وقفنا، هكذا. لينفق ذو، لينفق ذو، هنا القلقلة صغرى، ولو وقفت فقلت لينفق صارت القلقلة كبرى. المثال الثاني: ولا تشطط واهدنا، فكما نطقتها الآن قلقلتها صغرى، ولو وقفت وقلت ولا تشطط فصارت قلقلتها عندئذ كبرى. كذلك الأمر في المثال الثالث: فانصب وإلى، والرابع يخرج من، والخامس قد أفلح.